نتحدث اليوم عن ابن اليمن البطل يوسف الحربي. قصة يوسف ليست مجرد حكاية، بل هي ملحمة حقيقية عن رجل ولد من رحم المعاناة ليصنع نجاحه بيده، وتتجلى فيها قوة الحب الذي يتجاوز الحدود والحروب. هذه الحكاية الذي رواها أحد أصدقائه ورفيقه في الهجرة من اليمن إلى أوكرانيا قائلاً: أفتخر بصديقي يوسف بن اليمن الذي نعرفه، كان يحمل في قلبه حلماً أكبر من أن تحتويه الأسوار. بدأت حكاية يوسف من رمال اليمن إلى ثلوج أوكرانيا قائلاً: أتذكر يوسف جيداً، كان يتمتع بعزيمة لا تلين وعينين تلمعان بالذكاء، لكن الوضع في اليمن لم يترك له خياراً. في منتصف العقد الماضي وقبل 8 سنوات من اندلاع الحرب في أوكرانيا، اضطر للبحث عن موطئ قدم آخر. كانت هجرته رحلة عذاب حقيقية، رحلة تهريب طويلة ومحفوفة بالمخاطر عبر صحار وجبال لم يرى فيها سوى بصيص الأمل. تحمل الجوع والعطش ووعورة الطريق، كل ذلك من أجل الوصول إلى بر الأمان. البداية في كييف والجنسية. وصل يوسف إلى كييف منهكاً، لا يملك سوى إصراره وحقيبة صغيرة. لم يضيع وقتاً، بدأ يبحث عن أي عمل. كانت فرصته في متجر صغير لإصلاح وبيع الهواتف النقالة. كان شغله الشاغل هو إثبات الذات، فتعلم اللغة الأوكرانية بسرعة مذهلة وأتقن عمله. لم يكن مجرد بائع، بل كان مستشاراً تقنياً بابتسامة دافئة. بمرور السنوات وبعد جهد جهيد وإثبات استقراره وجديته، تمكن يوسف من الحصول على الجنسية الأوكرانية. كان هذا الإنجاز بالنسبة له أكثر من مجرد ورقة، كان اعترافاً بكفاحه، الحب الذي غير كل شيء. كان المتجر الصغير هو مسرح لقاء يوسف مع أولغا. كانت شابة أوكرانية جميلة تأتي إلى المحل لتشتري أكسسوارات لهاتفها. كانت علاقة زبون وبائع في البداية، لكن يوسف بحكمته ورجاحة عقله لفت انتباهها. كانت تسأله عن حياته في اليمن وعن ثقافته. استمرت اللقاءات العفوية لمدة عام كامل. لم يكن يوسف يتوقع أبداً ما سيحدث. في تلك الفترة بدأت أولغا تطرح أسئلة عن الإسلام. لم يكن يوسف داعية، لكنه كان يمثل الدين بأخلاقه ومعاملته. أدركت أولغا في دين يوسف سلاماً لم تجده في أي مكان آخر، وفي شخصه وجدت الأمان والاحترام. في نهاية المطاف لم تقع أولغا في حب يوسف كشخص فحسب، بل أحبت الدين الإسلامي واعتنقته، ثم قررا الزواج. كان زواجهما مزيجاً جميلاً من ثقافتين جمعتهما المحبة والاحترام والهدف المشترك. بعد سنوات قليلة من زواجهما، حيث رزقا بطفلهما الأول، انفجرت العاصفة. اندلعت الحرب على أوكرانيا. لم يتردد يوسف لحظة واحدة. كانت أوكرانيا هي الوطن الذي احتضنه ومنحه الأمان والفرصة والحب، وكان عليه أن يرد الجميل. في أصعب قرارات حياته أرسل زوجته أولغا وطفلهما إلى السويد ليأمن هناك، وتعهد بالعودة إليهما. أما هو فقد التحق بالجيش الأوكراني بصفته مواطناً يمني الأصل أوكراني الولاء. لم يكن يوسف عسكرياً، لكن شجاعته وعزيمته كانت سلاحه. بدأ في الجبهات كجندي عادي، لكنه صمد في أصعب المواقع. كان يتمتع بذكاء فطري في اتخاذ القرار تحت الضغط، وقدرة على قراءة أرض المعركة. والأهم من ذلك، كان لديه إحساس بالمسؤولية تجاه زملائه لا مثيل له. صعود القائد. لم تمر شجاعته دون أن يلاحظها أحد. قاد يوسف مجموعته في عمليات كانت تعتبر انتحارية، وخرج منها بانتصارات تكتيكية صغيرة لكنها مهمة جدا. قائد مجموعة. بعد أشهر قليلة تم تعيينه قائد مجموعة صغيرة. قائد فرقة. ارتفع مستواه ليصبح قائد فرقة
حيث أثبت قدرته على التخطيط والتنفيذ العملية ببراعة. قائد جبهة، وصلت سمعته إلى القيادة العليا. بفضل حنكته وشجاعته النادرة تم تكليفه بقيادة قطاع في جبهة كاملة، حيث كان يدير مئات المقاتلين ويضع الخطط التي غيرت موازين القوى في مناطقه. كانت قصة يوسف تتناقل بين الجنود كإلهام، من المتاجر الصغيرة إلى الخنادق الموحلة، كانت عزيمته هي القاسم المشترك. وفي النهاية كانت مكافأة نجاحه وتضحيته هي الثقة المطلقة من أعلى المستويات. تم اختياره ليصبح ضمن القوات المرافقة والحرس الشخصي للرئيس الأوكراني. هذا المنصب لم يمنح له إلا لندرة صفاته: الشجاعة التي لا تعرف الخوف، والحنكة التكتيكية التي لا تخطئ، والولاء الذي لا يتزعزع. هذه هي قصة يوسف يا صديقي، المهاجر اليمني الذي وجد الحب والوطن، ورغم كل شيء استمر في العودة للقتال من أجلهم. يوسف لم ينجح في الحياة فحسب، بل أصبح رمزاً للتضحية والولاء في وطنه الجديد. أينما كنت أيها البطل، ندعو لك بالسلامة والعودة قريباً إلى أولغا وطفلك في السويد، محملاً بإكليل الانتصار.